بسم الله الرحمن الرحيم. في يا جماعة مثل عندنا بيقول لك الكل شريف حتى تأتي العاهرة. المثل ده معناه إن مش كل الناس اللي أنت شايفها شريفة حواليك ديت وناس كويسة وناس محترمة هي دي حقيقتهم، لأ، في ناس كتير منهم مش كويسة ومش محترمة، بس هم بس يعني مستنيين اللحظة ومستنيين الوسيلة اللي هم يطلعوا فيها السوء اللي جواهم. والحقيقة يعني في السنين القليلة الأخيرة في حاجات حصلت كشفت لنا عدد كتير جدا من الناس دي، ومن ضمن الحاجات ديت التيك توك. التيك توك من ساعة ما ظهر بسم الله ما شاء الله يعني كشف لنا إن الشعب فيه كمية ناس رقاصين ورقصات وفنانين وفنانات لا حصر له. يعني هم الناس أصلا كانوا زي ما يكونوا إيه على تك كده قاعدين على تكة مستنيين بس إن يظهر التيك توك عشان تطلع ترقص وتتمايع قدام الكاميرات، وتلاقي واحد طالع هو ومراته وواحد طالع هو وبنته يعملوا مقاطع. يعني حاجة في منتهى السفالة بصراحة. يعني الناس دول أصلا يعني كانوا من جواهم كده يعني مستنيين بس كده إيه الفرصة، مستنيين اللحظة. واللي تعمل لك مش عارف فيديوهات الروتين اليومي، طالعه تنظف، طالعه مش عارف ايه، في الحقيقه طالعه لابسه لبس يعني ملوش علاقه خالص باللي هي بتعمله واللي هي بتقوله. هي بس عايزه تجيب مشاهدات وخلاص، وطبعا جوزها ممكن يكون عارف بالكلام ده وموافق وعاده عندهم. هل الناس دي اصلا كانت كويسه والتيك توك هم اللي خلاهم بقوا وحشين؟ لا، هم اصلا كانوا وحشين بس يعني ما جاتش اللحظه المناسبه ان هم يطلعوا الوحشه اللي جواهم. الحاجه التانيه برضو اللي بتبين عدد كبير وبتكشف جزء كبير من الحقيقه ديت موسم الرياض. يعني احنا المفروض مثلا ان بلد زي السعوديه دي بلد الحرمين، المفروض ان ما يكونش عندهم الحفلات والمياعة والرقص والكلام دوت. طبعا بسم الله ما شاء الله من ساعة ما بدأوا موسم الرياض ويجيبوا فنانين وفنانات ورقاصين ورقصات والشعب بيروح بأعداد رهيبة. الناس دي برضه هي كانوا قاعدين برضه محضرين نفسهم، عندهم ميول لكده، مستنيين اللي هو بس يوفر لهم الايه الأجواء اللي يمارسوا فيها المعاصي والرذائل. واحد يقول لك طب ما هو ولي الامر هو اللي جاب لهم الفنانين دول، هو اللي عمل لهم الحفلات، ماشي، هو عمل لهم الحفلات وكل حاجه وجاب الرقاصين وجاب الفنانين وجاب كل حاجه، بس هو ما راحش جابهم من البيوت قال لهم لا تعالوا اتفرجوا بالعافيه، لا، هو عمل الحفله واللي عايز يروح هيروح، اللي مش عايز يروح مش هيروح. في ناس بتخش على التيك توك بتنشر مقاطع قرآن وبتنشر مقاطع احاديث وبتنشر حاجات مفيده في الطب في العلم في اي حاجه، وفي ناس ما صدقت ده على بيتها ايه بزراميط. الحاجه الثالثه الربا. طول عمرنا عارفين ان الربا حرام. بسم الله ما شاء الله برضو دلوقتي اي حد اللي عايز يجيب توك توك يروح ياخد له كارد، واللي عايز مش عارف يكسب بنته يروح ياخد له كارد، واللي عايز مش عارف يشتري مش عارف ايه يروح ياخد له كارد. والناس استحلت الربا وبقت عايشة عادي مش فارق معاها حرام من حلال. هي الناس دي برضه هم اصلا كانوا كده من الاول، بس كانوا مستنيين برضه اللحظة المناسبة والوسيلة المناسبة والمكان المناسب، وخلاص بقى كل شيء عادي بالنسبة لنا. وفي ناس لسه الحمد لله برضه ثابتة على موقفها، في ناس لسه محترمة زي ما هي، جيل فيسبوك ولسه المحترم محترم زي ما هو، وجيل تيك توك ولسه المحترم محترم زي ما هو. ويعني وفي ناس لسه عارفة الحلال من الحرام. بس الناس يعني يوم عن يوم زي ما بقول لك هي الأرض تلفظ خبزها، يعني الناس اللي هي الوحشة بتبان مع الوسائل الجديدة اللي بتظهر اللي هي بتكشفهم على حقيقتهم.